السلام عليكم. اليوم رجعت وياكم وصفة جديدة عراقية إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. والوصفة هي البرياني العراقي مع المكسرات والخضروات ومع صدور الدجاج وقطع اللحم. إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم هذه الوصفة العراقية اللذيذة. والمواد المطلوبة لهذه الوصفة، طبعا الوصفة اليوم راح أسوي لكم إياها على طريقتي، لو حبيتوها جربوها إن شاء الله تعجبكم. طبعا أول الأشياء اللي راح احنا نستخدمها هنا، عندنا هذه المواد كلها مشوية بالفرن، شويتها البوتيتا والزبيب اللي هو الكشمش، وعندنا هنا الجزر، وعندنا البازيلا، هاي كلها مشوية بالفرن. خليت شوية زيت الزيتون إلها وشوية ملح وخليتها بالفرن 5 دقائق، صار هذا شكلهم، وهذا شكل البوتيتا والكشمش. وعندنا هنا الشعرية اللي راح نستخدمها، وعندنا هنا القرفة، وعندنا كمية من الجوز الطيب، وعندنا هنا السبع بهار، وكمية من الهيل والفلفل الأسود، عندنا كمية من الملح وقطعة ماجي الخضار نعطي نكهة بهذه الوصفة. وعندنا هنا دجاج، نص دجاجة طبعا سلقتها وغسلت المي مالتها وخليت مي جديد، وصار هذا شكلها بعد ما سلقنا احنا الدجاج. وهذا مي الدجاج، شوفوا ايش قد نظيف. اغسلوها انتو الدجاجة بمي وملح زين، بعد ما تغسلوها بمي وملح حطوا عليها شوية مي، فورة واحدة وذبوا المي، وبعدين اسلقوها تصير هذا شكل المي نظيف وما بي اي شوائب. وعندنا هنا كوبين من الرز البسمتي، طبعا ما نقعناه بعده، راح بس نغسله ونسوي الوصفة. وعندنا هنا احنا طبعا المكسرات اللي انتو تحبوها، احنا هنا عندنا صنوبر طبعا ايضا مشوي بالفرن، وعندنا هنا بالجدر الموجود عندنا لحم، قطع لحم، شوية دهين قطعناه وقليناه وسلقناه وصار هذا شكله. راح نبدي نسوي الوصفة أنا وياكم وتشوفون طريقة العمل، إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. جربوها كلش لذيذة. طبعا خلينا الجدر على النار، وعندنا هنا أيضا اللحم اللي أنا قلت لكم عليه، ما خلينا دهن، هو أصلا اللحم بيه دهن، راح نصفيه شوية، ما نخلي كل هذا الدهن، راح نخلي بس اللحم المتوفر عندنا ونشوحها، لأن هو أيضا راح يذب دهنه وينطي طعام لذيذ بهذه الوصفة. حبيتوا أنتوا تسوون لحم مفروم وتسووا مثل الكرات وتقلوهم وتخلوهم أيضا يمشي الحال. خلينا احنا هنا اللحم، بعد ما خلينا اللحم راح نخليه شوية يتشوح على نار عالية، نشوحها. بعد ما نشوح احنا اللحم راح نخلي كمية قليلة من الشعرية حسب رغبتكم انتو، طبعا الشعرية المتوفرة عندنا هذه. بعد ما خلينا اللحم وتشوح راح نخلي كمية من الشعرية، طبعا الشعرية حسب الرغبة، راح نخليها شوية تتشوح مع اللحم. بعد ما شوحنا اللحم ويا الشعرية صار هذا شكلهم، راح نبدي نخلي الرز اللي احنا بس غسلته ونقعته، راح نضيف الرز مع الشعرية واللحم اللي مقطع مثل القطع. بعد ما تشوح الشعرية مع اللحم راح نخلي الرز ونقلبها. بعد ما خلينا الرز وقلبناه صار بهذا الشكل، راح نبدي نخلي البهار عليه، راح نبدي نخلي الهيل والفلفل الأسود والسبع بهار، ونخلي جوز الطيب والقرفة، وراح نخلي قطعة الماجي والملح، وراح نبدي نخلطهم. بعد ما خلينا هذه البهار كلها وشوحناها وصار شكل الرز بهذا الشكل، شوفوا أحبتي، راح نبدي هسه نخلي الدجاج اللي احنا سلقناه وقطعناه قطع ناعم يتشوح ايضا مع الرز، ياخذ طعم البهار. جربوا هذه الطريقة ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. راح نبدي نخلطهم كلهم مع بعضهم. بعد ما تشوح المواد صار هذا شكل الرز مع الدجاج والبهار واللحم، راح نبدي نخلي مي اللي احنا خليناه، طبعا احنا عندنا هنا كوبين من المي، خلينا 3 كوب
ونص من المي الدجاج بهذا الشكل. وطبعا يحتاج شوية لخ لأن احنا خلينا شعرية. طبعا خلينا هنا هذا نص كوب آخر، صار 4 كوب من الماء. وراح نبدي نخليه يفور فورة واحدة، وراوي لكم شكله شو راح يكون الرز. بعد ما راح نخلي هذه المواد كلها ونخلطها أيضا مع بعضها. بعد ما بدأ يفور عندنا الرز صار هذا شكله، راح نخليه تقريبا من 15 إلى 20 دقيقة يستوي الرز، وراوي لكم شكله. بعد ما خلينا الرز يتهدى راح نخلي الكشمش والبوتيتا مع بعضهم هنا طبعا بالطاوة المتوفرة عندنا. راح نخليهم الصنوبر أيضا، وراح نشوحهم على نار هادئة، ونخلي البازاليا والجزر أيضا. طبعا ما راح نخلي أي نوع من أنواع الدهون لأن هي كلها مشوية. وراح نبدي نقلبهم. هسه أراوي لكم شكلهم شلون شكلهم حلو، هم مشويين بهذا الشكل. راح نبدي نخلي عليهم شوية 7 أبهار، ما نخلي أي شيء بهذا الشكل. 7 أبهار أردي بيهم هم ملح. راح نبدي نشوحهم سوية. وهنا عندنا تهدى الرز، راح نخلطهم وراوي لكم شكلهم النهائي. بدت المواد كلها تتشوح، أخذت طعم البهار، والرز هنا عندنا صار هذا شكله. طبعا الرز كلش شكله كلش حلو، راح تشوفون طعمه. طبعا الريحة البهار اللي خليتها كلش طيبة. شوفوا الحباية الرز شلون شكلها. راح نبدي ناخذ من هذا الرز اللي اتهدى وانطبخ وصار كامل، ونخليه على الخلطة المتوفرة عندنا بهذا الشكل، ونخلطهم سوية كلهم. بعد ما خلينا الرز وراح نبدي نخلط ونشوف شكلها النهائي. وهذا شكل النهائي للبرياني الخضروات مع اللحم والدجاج. راح نبدي نصبه وتشوفون شكل النهائي أحبتي المشاهدين. وهسه راح نبدي نصب عندكم الوصفة وشكلها النهائي، راح اراوي لكم اياه أحبتي المشاهدين. هسه نصب البرياني وتشوفون شكله. طبعا احنا عندنا القدر الموجود يمنا او الماعون. راح نبدي نصب وصفتنا الجميلة واللذيذة، واكمل وراوي لكم اياها شلون شكلها وشلون طعمها حلو ان شاء الله. وهاي شكل الوصفة النهائي أحبتي. لو حبيتوها تابعوني على اليوتيوب الشيف عامر، راح تشوفون هناك هذه الوصفة الجميلة واللذيذة اللي كانت برياني بالخضروات واللحم والدجاج. هذا شكلها. وزوروني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك الشيف عامر، راح تلقوها هناك هذه الوصفة. صحة وعافية للجميع، ودمتم برعاية الله وحفظه، وانتظروني بوصفات جديدة إن شاء الله كلها ألبيها لكم. مع السلامة بفيديو جديد.